الباميه دي انا لسه جايه من الغدا النهارده والله طازه بتاتشي مجموعه الصبح بدري. بسم الله ما شاء الله، شايفينها شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجه يعني ايه تحفه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه هتغلي، مش عاوزه احط الباميه من قبل ما تغلي، والباميه دي الميه دي ما حطيتش فيها اي حاجه خالص. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الباميه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا عامله فيه قرون كبيره شويه، خساره طبعا مش هسيب فيها حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا الصلصه هي طبعا مسويتها. الطماطم دي انا عملت فيها ايه؟ غسلتها وقطعتها، ما بحطش عليها ميه، هي اللي بتنزل ميه من نفسها. شوفي ما شاء الله ما شاء الله. ما تضربيش الطماطم في الخلاط على طول، لا سويها اديها غلوتين تنزل الميه اللي فيها وتستوي فيها، وتيجي تعملها صلصه ما تاخدش منك سوا وتبقى عامله زي الفلفل الاحمر. ماشي. بسم الله ما شاء الله. دي انا مخلص الباميه على النار وانا بعمل الباميه. عملت الطماطم دي وسويتها وهضربها في الخلاط واصفيها وعينها في اكياس زيها زي الباميه. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا مقصوصه، مقصوصه معاكي مصفى اهي. شايفين الباميه بسم الله ما شاء الله عامله ازاي؟ خضره زي النعناع ازاي اهي، مش عاوزه اي حاجه اهي. دي بقى لو هي بايته عندك وقاعده يوم ولا اتنين، انا مش هستعمل عليها اي حاجه. في مثلا اللي بحط معلقه سكر، في اللي بحط معلقه كربوناتو. انا مش هحط اي حاجه خالص عليها لان انا عاملاها وجايباها النهارده. وشوف بقى انا هعمل لكم فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هحط في مصفة المكرونة، مصفة المكرونة من تحت بس، لكن دي من الجناب ومن كل حتة هحط في دهيا. ولما تصفي المية اللي فيه هقول لكم هعمل فيها الاخر. طب انا حطيت البامية اهي ماشي، وقبل ما تغليش هي عندما تغلي هروح رافعاها. انا مش عاوزاها تغلي، مش بسويش. معايا الليمونتين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبهم في المية اهي. طبعا دي بسم الله الرحمن الرحيم يفضل طول السنة بنفس الشكل ده، طول السنة بتفضل كده. طيب انا هطلع من هنا هعمل ايه؟ انا حاطه ميه هنا اهي، وحاطه فيها ازازه تلج جايباها من الفريزر اهي، وحطاها ميه ساقعه متلجه، لازم تبقى ميه ساقعه متلجه. واحطها في الميه واروح انشرها في المصفى. وبعد ما اخلص بقى اشوف اقول لكم اعمل فيها ايه. انا عاوزاها تنشف وبعدين اعبيها في اكياس. معايا الكيس اهي عشان الصلصه وعشان الباميه اهي، كيس اهي. ومجهزه الخلاط بتاعي، مجهزه كل حاجه. ماشي يا حبيبي. اطلع من هنا احط ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اهي. انا هنشل دي بقى على طول اهي. مش هقول في المصفى بتاعت المكرونه، مصفى المكرونه بتغيب عليا شويه اهي. وعلى الصينيه عشان المصفى بتاعت الخضار هتصفيها ليا من كل النواحي، من جميع النواحي هتصفيها. بصل محمر. شايفين الميه مجرد بس ان احنا ما بنخليهاش تغلي. شايفين الميه عامله ازاي؟ في ناس بتحطها كده وبتعينها بتغسلها بس وبتعينها، لا دي لما بتنسلي لازم تطلع الميه دي. شوفوا الميه عامله ازاي. وبعدين الناس مش ناقصه يا حبايبي. طبعا انتوا عارفين ادي الصينيه اهي. انا حشت الصينيه دي عشان مبلوله ميه. صينيه ناشفه تانية وحته بيضه. بسم الله ما شاء الله نضيفه كده اهي. بسم الله ما شاء الله اهي. طبعا اهي شايفين المروحه، صليتها المروحه عليها اهي. دي طبعا ما عادش فيها حاجه خالص. اهم حاجه انا عاوزاها تنشف. بسم الله الرحمن الرحيم اهي عشان اعرف اعبيها في الكياس. بسم الله ما شاء الله. شايفينها عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. خضره من نعناع وحلوه ازاي اهي. وادي الرق التاني عشان احط التانية اهي. بسم الله ما شاء الله. طبعا شغاله برضه كله اهو، كام شغاله في كام حاجه. بسم الله ما شاء الله. عملت البصله وانا شغاله وصفيت الطماطم اهي هولع عليها.
ودي الباميه اللي هتنطبخ. شايفين شكلها جميل ازاي، حلوه ازاي اهي. تعالوا بقى ما نصفي الطماطم. الطماطم دي اوعى تعملي الطماطم، في ناس بتعمل ضرب الطماطم يقول لك ايه يلا احنا ما نصفاش بنضرب الخلاط بس بنزودها ايه خبطين ثلاثه. لا طبعا. وفي مصفى بتنزل البذر بتاع الطماطم، ومصفى لا. احنا بقى لو شفنا اي حاجه في الاكل من طفل الطماطم ده هو شايفين عامل ازاي ما العلب بنقرف منه. انا يا كبيره ما بحبوش. شايفين عامل ازاي اهو. شايفين مفتل عامل ازاي. حتى البذر بتاع الطماطم انا عندي المصفى بتحوشه اهو. يلا يا حبايبي شايفين بقى. طيب تعالوا بقى للباميه. شايفين الباميه عامله ازاي اهي، من تحت ومن فوق بسم الله ما شاء الله. شايفين عامله ازاي اهي، بتنشف ازاي، وعملت بس حاجه بس نقط بسيطه بس فوق اهي بالطعم. طيب يلا بقى احنا عايزين نحط الطبقه الثانيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحوش بقى الليمون ده رشه لازمه اهو. واما تيجي تخزنها بقى في الكياس او تحطها في اطباق في ابر او تحطها في اكياس، بس انا بحطها في كيس بتاعت اللبن. لازم تطلعي الهواء ماشي، وتعملي على قد الطبخه بس. اجمل حاجه انك حاجتك يبقى عندك في بيتك، واجمل طريقه لتفريز الباميه وتنشفيها ما يبقاش فيها ميه ولا اي حاجه. اعملي طبقه كده هو الحتتين نضاف يبقى عندك طبقه، وكل ما تنشف لو لقيتها تقوي تعملي كده وبقى تطبقي كده. شايفين عامله ازاي اهي. لازم تاخده من فوق ومن تحت وتتبال ماشي اهي. بعمل دي كده بقى احشها واحطها برده وانقلها تانية على حته تانية كمان اهي 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 اهي. شايفين اتبلت ازاي اهي، ونشفت بقى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الصلصه بتاعتنا اهي هتلاقي غلوتين ثلاثه. بطل عليها طبعا، ما تحطش عليها اي حاجه، ما تحطش عليها اي حاجه سواء تبرد. واعبيه واعبي الباميه. يلا حبايبي اهي. والله هو البابا بحط عليها فلفل احمر بسم الله ما شاء الله. الطماطم ايام دي كلها حلو، غليت وهي حلوه ورخيصه برده في السنه دي حلو، محصولها السنه دي بسم الله ما شاء الله. وبنعمل بقى طبقين الباميه هم بسم الله ما شاء الله اهو. هدي على كده بقى استوي راحتها على ايه اما اعبي الباميه. يلا ما غرمناش حاجه، بنخزن الباميه طبخنا طبق باميه، بنعمل الصلصه كل البصله بس ما غرمناش حاجه. يلا وحاجه كده جنب الاكل. يلا عشان ايه شايفين بسم الله ما شاء الله. الباميه نشفت اهي خضره زي النعناع ومكشوفه ولا فيها اي حاجه ولا غير لها اي حاجه. بسم الله والله ومن غير انا طافيه النور يعني انتوا نور. يلا يلا حبايبي جايبين اللوبيا خضراء. عندنا لوبيا خضراء مجينا من الغيط ماشي، فيها خضرة طرية خالص. طبعا دي ما ينفعش اللي هي تتعمل تفصص طريقة ماشي، بتنطبخ مع دي. غسلتها طبعا ما تعملش في اي حاجة خالص. في ناس بتسلقها وناس بتحطها في الماء السخنة، بس انا بعمل فيها بتفضل من السنة للسنة. بعملها كده واحطها مع بعضها واغسلها حلو، غسل حلو ونظيف. اغسلها وتنشليها، مش تنزلي الميه عليها وهي في المصفى، لا اغسليها ونشيليها مره واثنين وثلاثه، وروح جايه محطها في اكياس ماشي. اعبيها في اكياس بقى. كل الزراعه الباميه واللوبيا الخضراء والحاجات الخضروات خلاص الموسم بتاعها انتهى ماشي. فبنحن طبعا بنلحق بقى ان ايه نخزن حاجه عندنا تبقى بسم الله ما شاء الله طازه كده عندك اي جاهزه اي وقت. معايا الكيس اهي اجهزها وزي ما عملت الباميه اعملها. عملتها بسم الله ما شاء الله. شايفه خضره زي النعناع ازاي طبق على قد الطبخه بس. بعمل كيس على قد الطبخه زي ما عملنا الباميه، عملنا اللوبيا الخضراء، عملنا الصلصه. يلا يا حبايبي عملنا بقى في الفريزر.